آه وليه الاستعجال ده بس؟ استعجال ايه يا نورة؟ انا مش فاهم. انا بقول بدل الخطوبة يبقى كاتب كتاب احسن. ايه اللي فيها؟ احسن ازاي بس؟ كل البنات بتتخطب الاول وبعد كده بتكتب الكتاب. هو انت بالك متسربع على ايه؟ هو انت عايز تكروتني بقى ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا نورة؟ كروتك ايه ومتسربع ايه؟ انا بقول ان احنا بقالنا شهر من وقت ما قرينا الفاتحة، وانا ما اتكلمتش معاكي كلمتين على بعض، عشان خاطر ان ده طبعا حرام وما ينفعش وما يصحش، وانا مش صغير وفاهم ده كويس. فانتي تقولي لي لا، ان انتي عايزه خطوبه، والخطوبه نفس قرايه الفاتحه. انا مش هعرف اتكلم معاكي ولا هكون براحتي في التعامل معاكي، ولازم حدود وضوابط وما ينفعش اخالفها. وبقول لك يا ستي انا شريكي، وعايز كاتب الكتاب الشهرين دول لحد ما الشقه تترتب، بدل الخطوبه تبقى كاتب كتاب وخلاص. ايه الكروته في كده؟ انا مش فاهم. طيب خلاص، ايه ده؟ ما تتعصبش كده. انا ما كنتش بس فاهمه قصدك كويس، معلش حقك عليا. يا حبيبتي انا فعلا بحبك وشريكي، ومش عايز نعمل حاجه غلط، او مثلا نكون بنعمل حاجه بتخالف شرع ربنا. ها، اقتنعتي بقى بكلامي ده ولا ايه؟ يعني اكلم باباكي واقول له؟ خلاص ماشي، اللي تشوفه. وبعد كام يوم تليفونها كان بيرن، مسكته بابتسامه. الو. ايوه يا دو، عامله ايه يا عروستنا؟ انا كويسه، وانتي؟ زي الفل. المهم قوليلي هتجيبي الشبكه امتى؟ وعامله ايه مع عبد الرحمن؟ وخناقكوا خلص ولا ايه؟ هنجيب الشبكه بكره، وخناقتنا ما بتخلص. انا كائن تافه وهو عاقل بزياده كده. مش عارفه، حاسه ان احنا تركيبتنا مش زي بعض. انتي هتقوليلي؟ ما انا عارفه انك هبله. طيب قوليلي البس ايه وانا رايحه بكره معاه؟ بصي، ايه رايك تلبسي دريس البينك؟ نون ده، مش فاكراه. يا بت، الدريس البينك اللي بيبقى فيه ورد بسيط ده. عرفته. خلاص قشطة هلبسه. يلا، هسيبك بقى عشان اروح اكمل المسلسل. ماشي، تلامس. وتاني يوم، نورة بصوت عالي: يا ماما، يا انت يا ست الكل، يا فوفا، يا ست وفاء، انت فين؟ وفاء وهي خارجة من المطبخ: ايه يا بنتي، في ايه؟ نعم، في ايه؟ كل ده مش عايزة تردي عليا يا ماما؟ انت يا بت في ايه؟ عايزة اروح اكمل طبيخ. وفايت فين؟ بدور عليها بقالي ساعتين مش لاقياها. نورة، روحي اوضتك هتلاقيها في الدولاب على الرف الاخير على ايدك اليمين. ايه ده؟ حافظة كمان مكانها بالظبط؟ استقفوا، خلصي بقى الاكل بسرعة عشان زمان عبد الرحمن جاي. نورة وهي بتختار الشبكة: الله، بصي يا عبد الرحمن، بصي الخاتم ده، تحفة. عبد الرحمن كان بيسأل صاحب المحل: ممكن تورينا ده كمان؟ تحفة. ايه رأيك كده في ايدي؟ جميل عشان في ايدك. خلاص، هناخد اللي اخترناهم دول. نورة مشيت خطوتين بعيدة عن عبد الرحمن شوية عشان تفرج مامتها الخاتم. كام لو سمحت؟ يقطعوا 20,000 جنيه. عبد الرحمن اتوتر جدا وقال بصوت واطي: مش كتير كده؟ نورة كانت بتبص اتجاه عبد الرحمن ولاحظت توتره. قربت وهي بتقلع الخاتم: بصي يا عبد الرحمن، انا مش عايزه الخاتم ده، انا هاخد الدبله بس. ليه يا نوره؟ الخاتم كان عاجبك. نوره وهي بتبص له بحب: بس انا عايزه الدبله بس دلوقتي، ممكن تسمع كلامي لو سمحت؟ طيب هناخد الدبله والاسوره اللي هناك دي بس. ولا بس ولا حاجه، خلاص بقى. ويوم كتب الكتاب قال المأذون جملته الشهيره: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. عبد الرحمن وهو بيقرب من مراته: مبارك عليكي انتي يا قمري. انا فرحانه جدا يا حبيبي، فرحانه قوي. عمري ما هنسى يوم ما كنا بنجيب الشبكه وفهمتي موقفي من غير ما اتكلم، وتصميمك على انك مش عايزه الخاتم. نوره، انتي فعلا بنت اصول، وانا فعلا اخترت صح، وبحبك جدا. انا كمان بحبك قوي يا كابتن. كابتن، تصدق ان انتي فصيله؟ تصدق ان انا جعانه؟ هي ماما مش هتجيب لي جاتوه من اللي بيتوزع هناك ده ولا ايه؟ تصدق ان انت تفصح؟ يا ساتر عليكي. خلاص بقى يا نورة، أنا آسف، والله آسف. تمام ماشي، عديلي بقى. لا والله، مدام عبد الرحمن، يبقى انتي زعلانة. انتي لسه زعلانة بجد؟ طب لو سمحت أنا عايزة أعدي. عبد الرحمن بعد من قدامها عشان تعرف تعدي. عدت ومشيت خطوتين ناحية الأوضة، لقيته بيقول بصوت عالي: نورة،
هصلي ركعتين دلوقتي على فكرة. نورة بصت له وهي بتحاول تمنع ابتسامتها ومشيت. هي عارفة إنه بيصالحها وعايزها يجي عشان يصلي معاها، عشان يكون هو إمامها في الصلاة، وبعدين يخلص ويدعيلها كالعادة. نورة كانت بتكلم نفسها في الأوضة: حبيبي، طيب قد إيه بحس بفرحة جامدة وهو بيحاول ما يزعلنيش، وقد إيه هو شخص مراعيني كده في كل حاجة، وبيقدرني ويخاف على زعلي وبيراضي قلبي قوي. أنا فعلا بحبه قوي. رفعت إيدها في وضع الدعاء ودعت كتير جدا إن ربنا يصلح له حاله ويحب ويهديه لنفسه وليا ويديم عليا حنانه وحبه. وبره الأوضة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أنا هصلي وهقرأ القرآن بصوت عالي على فكرة. ضحك، بص على باب الأوضة لما لقاها اتفتحت. تعالي يا نورة، تعالي خدي ثواب بقى فيا وسمعيلي. كل ده نورة في الأوضة سمعاه مبتسمة على أسلوبه. هو عارف إنها بتحب صوته أوي في القرآن، هي بتحب صوته عموما، بس نغمته في الترتيل بتطمن، وهي سمعاه بتحب تسمع له وتشاركه الثواب ويبقى إمامها. خرجت بإسدال الصلاة نورة وهي بصة الناحية التانية وقفلت باب الأوضة. إيه ده؟ هو أنتي هتصلي معايا؟ لا مش هصلي. مش هصلي عشان معاك أنت، بس صعبت عليا وقلت حرام يا نورة تضيع عليه ثواب الجماعة مش أكتر. عبد الرحمن بابتسامة عريضة: يا فرج الله، عارف إنه مش عشانك خالص، ده حتى عقابك شبه قلبك يا روحي. عبد الرحمن: هتصلي ولا أصلي لوحدي؟ رفع إيده علامة الاستسلام. لا على إيه؟ الطيب أحسن. هصلي. عبد الرحمن ابتدى الصلاة. الله أكبر. وبعد ما خلصوا الصلاة عبد الرحمن حط إيده على وشها وبص في عيونها بتركيز ودعا كتير في سره زي عادته لما بيكون غلطان أو بيصارحها. نورة كانت بتبصله بهدوء. بعد ما خلص دعاء: ربنا يحفظك لقلبي. سامحتيني؟ أنا أصلا مش بعرف أزعل منك، بس لو حاجة تخصني، أما إنك تسيبني نايمة وما تصحينيش لصلاة الفجر فلازم أزعل طبعا. مش أزعل منك بس، أزعل علينا. ليه تشيل ذنب إني فضلت نايمة؟ أنت هتعرف تجاوب على ربنا لما يسألك سبتها نايمة ليه؟ هترد تقول إيه؟ أنا بجد بعتذر والله. انت كنت نايمة ومرهقة جامد، أنا مرضتش أقومك عشان هتتعبي. نورة مسكت إيده قعدت جنبه بحنية: يا حبيبي، النايم ده في ذمة الصاحي، والصلاة دي فرض علينا، عمرها أبدا ما هتبقى تعب، إحنا فيها بنقابل ربنا، بنسكت تحت العرش. هو في حد يسجد تحت العرش ويتعب؟ أنت اللي علمتني كده، ولا إيه يا أستاذ عبده؟ وعد مش هتتكرر تاني. عارف يا حبيبي، أنا بحب نعمل كل حاجة مع بعض، وخاصة إن فيها طاعة، وبجاهد عشان أحسن النية. عايزة أبقى حريتك في الجنة، هعمل كل اللي ربنا يقدرني عليه عشان أليق بقلبك واستحقك في الجنة. نورة كانت بتتكلم في الموبايل: والله ما بحكيلك كده يا دعاء، بنتخانق وبنتصالح في نفس اليوم. هو طيب عصبي، بصي بس طيب، مش بهون عليه، فبيصالحني في نفس اليوم حتى لو أنا غلطانة، بيجي ويراضيني ويطيب بخاطري. عارفة اكتشفت إيه من بعد ما اتجوزت واتقفل علينا باب واحد؟ إن الحنية دي كنز كبير جدا. وعبد الرحمن حنين. كنت فاكرة إن عشان متجوزين وإحنا بنحب بعض، مش جواز الصالونات، إننا مش هنتخانق أبدا وهتبقى الحياة ما بيننا وردي وكلها حب. طلعت فاهمة غلط، وكل بيت فيه مشاكله وخناقاته، والشاكر اللي يعرف يحل المشكلة قبل ما تكبر. طبعا يا نورة، كل بيت وياما بيحصل فيه، مش شرط الجواز عن حب يبقى مفهوش مشاكل، لا طبعا بتحصل. ده أوقات جواز الصالونات بيبقى عواصفه أهدى، البيوت أسرار، محدش عارف مين عنده خناقات ومين لأ. انت عقلي، عبد الرحمن بيحبك، بطلي بس انت تدوشيه وقوليلي عاملة ايه في حملك؟ تمام، أو ماشية، تعبانة وشوية كويسة الحمد لله. والدكتور قالك البيبي ايه؟ أيوة البنوتة. الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يتمم لك على خير يا رب، خدي بالك من نفسك. حاضر. يا عبد الرحمن انت فين؟ عبد الرحمن هو بيخرج من المطبخ: هنا اهو بغسل الأطباق وبقطع الفاكهة وبعمل الفشار اللي طلبتيه عشان نتابع الفيلم سوا. طب بسرعة بقى عشان الفيلم بيبدأ، انت اتأخرت قوي. عبد الرحمن وهو جاي يقعد جنبها: خدي يا ستي الفشار اللي طلبتيه. حبيبي يا قلبي يا جميل. دلوقتي حبيبي، انت على فكرة كائن مصلحجي جدا،
الفيلم بدأ. عبد الرحمن أخدها في حضنه وهو بيتابع الفيلم بهدوء. وبعد نص ساعة: أقول لك على سر؟ قولي. الحقيقة إن أنا بحب وقفتك في المطبخ، عكس باقي الستات اللي بتكره وقفة جوزها في المطبخ، ما بيحبوش يتدخلوا في تفاصيلهم. إنما أنا لأ، بستنى يوم الجمعة ده عشان يوم أجازتك والوقت الوحيد اللي بتقضيه في البيت. أنا أي نعم ما بحبش حد يرفع الغطا من على الحلل وهي على النار، بس الأكل بيزيد حلاوة لما بدوق. بحب مساعدتك ليا بغسيل المواعين. أنا بشوفك أرجل واحد. لولا صلاة الجمعة ما كنتش هطلعك من البيت. عارف ليه؟ عشان بيخلص الصلاة وتركن جنب صحابك، بجيبك بالبيت بالتهديد. هتروح ولا مفيش أكل؟ وبخلي صحابك ينفعوك وهقفل باب الشقة ونام بره بقى عند طنط، فتيجي على طول. حبيت أوقات مساعدتك ليا في شغل البيت لما تشوفني تعبانة من الحمل. طب انت عارف، الحمل ده خلاني أشوف في جانب أنا ما كنتش شفته قبل كده. جانب حنين، جانب بيخاف عليا، وكمان بتعرف تعمل فشار حلو. ربنا يخليك ليا. ايه الكلام الحلو ده؟ ربنا ما يحرمني منك يا أجمل وأرق نورة في الدنيا. نونة، انت اللي منورة حياتي. أنا من وقت ما حبيتك وانت نوري اللي بكمل بيه يومي. الجواز مشاركة، لازم أبقى حنين عليكي وأساعدك، انت أمانة ربنا مأمني عليكي. ده قال رفقا بالقوارير. أنا جايبك بيتي كزوجة مش شغالة، لازم إيدي بإيدك على طول عشان الحياة تمشي. الحقني يا عبد الرحمن، الحقني. اهدي وانا هتصل بالاسعاف. اسعاف ايه؟ انا عايزه ماما، شكلي هموت، وديني لماما. طب اهدي. طيب انت هتفرجي علينا الجيران، مش هقدر اتحرك، بطني. يا ماما هاتلي ماما بسرعه. انت السبب، الله يسامحك. انا ايه اللي خلاني احبك؟ كان زماني رايقه وقاعده مع بابا بشرب الشاي. حرام عليك والله. هو ده وقته؟ وقت شاي ده؟ ايه الكلام ده؟ هاتي ايدك بس، هاتي ايدك اسندك، ادخلك جوه بدل ما انت فضحاني كده. هو انت كمان لك عيب تتكلم؟ بقالي 9 شهور تعبانه وانت مرتاح. اه يعني عليك يا نوره، يا صغيره على التعب والمرمطه. الحقوني يا ناس، مش قادره. اهدي. الاسعاف على وصول. شكلها حاله ولاده باين. الحمد لله انك لابسه الاسدال، هننزل على طول. باين حاله ولاده باين. هو لا، انا مش عايزه اولد، لا انا خايفه. هاتلي ماما، انت السبب، الله يسامحك. كان مالي ومال الحب انا. الله يسامحك يا شيخ. عبد الرحمن وهو بيمسك ايدها ويسندها عشان ينيمها على السرير: الحمد لله على سلامتك يا نوري، كنا فين وبقيت فين؟ الحمد لله يا حبيبي. ارتاحي انت لحد ما اجيب لك شوربه الخضار. ربنا يخليك ليا يا رب. هاتلي دينا اللي عماله بتعيط دي من عيوني. وشالها من سريرها وحطها في حضنها وهو مبتسم وخرج من الأوضة. نورة ويا حضن بنوتتها: نورتي مملكتنا المتواضعة يا أحلى دينا في الدنيا كلها. نورتي حضن بابا وماما يا روحي انتي. شايفة بابا تعب قوي ازاي؟ من يوم ما شرفتيني وهو يعني متمرمط معايا خالص. بقاله شهر وشوية وهو مش بيخليني أعمل حاجة خالص، ولا حتى أقوم من على السرير لوحدي. قال إيه؟ خايف لا تعب. باباكي ده قد إيه أب عظيم. الأكل الست الكل أحلى مامي في الدنيا. وبعد مرور 5 شهور: ناوي تعمل إيه يا حبيبي في الحوار اللي كلمك فيه بابا؟ مش عارف يا حبيبتي، بس هو عنده حق. الشغل هنا ما بقاش بيجيب همه، وأنا فعلا محتاجة أسافر عشان مستقبل بنتنا. أنا عارف إن الموضوع صعب بس غصب عننا، عشان خاطر دينا لازم نتعب شوية. بس أنا مش بحب أفضل لوحدي، وأنت عارف كده. وأنتي مش لوحدك دلوقتي يا نوري، أنا سايب معاكي ملاك تونسك وتأنس وحدتك. البيت هيبقى وحش قوي من غيرك. أنا مش عارفة إزاي هتأقلم على الشقة من غير صوتك ما يبقى فيه. سيبيها على ربنا ونعم بالله. تعباني قوي يا ماما، من يوم ما عبد الرحمن سافر وأنا طالع عيني. كان بيساعدني وبيشيلها عني شوية. معلش يا أمك، هي بس عشان كانت متعلقة بأبوها قوي فهتتعبك حبتين. قوليلي، هو عامل إيه في شغله هناك؟ والغربة عاملة معاه إيه؟ طمنيني عليه. يا ماما ماشي حاله. الشغل متعب هناك شوية بس بيقول إنه كويس. عبد الرحمن أصلا مش من طبعه إنه يشتكي، حتى يروح عليه مهما كان الشغل متعب ما بيحبش أبدا يشيلني همه. على طول هو اللي بيتحمل مسؤوليتنا ومسؤولية مامته وباباه، وشغل باله براحتي وبراحة اللي حواليه. هو مش مهم عنده راحته. قلقانة قوي عليه يا ماما، ببقى خايفة ومرعوبة لما بحس إنه في حاجة ومش عايز يعرفني بيها. انتي بس صبريه وطمنيه
وادعيله على طول، وخليكي دايما محسسة انك جنبه وفي ظهره. اعرفي انه سايب 600 راجل. خليكي مراعية اهله، دول في مقام اهلك دلوقتي. حاضر يا ماما، وانا والله بدعيله يا ماما، انت كمان ادعيله. عامل ايه يا حبيبي؟ طمني عنك، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيني يا قلبي. انا كويس. قوليلي عاملة ايه، والعفريتة الصغيرة عاملة ايه؟ اهي كويسة. ما صدقت انها نامت، مطلعة عيني خالص يا حبيبي. انا مش عارفة هي مالها كده. معلش يا نوري، صغيرة، وبكرة تفهم وتهدى. المهم طمنيني عنكم وعن بابا وماما، عاملين ايه؟ الحمد لله كلنا بخير، وبيسلموا عليك. بالليل لما انزل عندهم شوية هبقى اخليك تكلمهم فيديو كول، تطمن عليهم بنفسك، ولا تشغل بالك. المهم انت اخبارك ايه؟ صوتك حاسس ان هو تعبان، فيك حاجة؟ انا كويس يا نوري، ما تقلقيش. بس تلاقي ارهاق شوية من الشغل. دعواتك. ربنا يعينك ويقويك يا رب. خد بالك من نفسك عشاني، انت اهم حاجة في حياتي. ابقى طمني عنك وما تقلقنيش عشان خاطري. حاضر. قوليلي، ناقصك حاجة انت ودينا؟ ناقصنا وجودك. انا عارف بياخدني الشغل منكم، سايب كل حاجة عليكي، بس انت قدها. في غيابي ببقى متأكد هتصوني غيبتي وهتحفظي مكاني. ده انت شايلة من عليا حمل كبير، رعايتك لأهلي، علاج وأكل وشرب ورعاية من كل شيء. بشكر ربنا إنك ليا. معلش يا نوري، هانت يا حبيبتي، وهعوضك عن كل حاجة. عارف إنك معايا قبلتي بأقل ما تستحقي. هانت، استحملي، وانتي قدها وقدود. أنا بدعي ربنا يبارك لي فيكي، وأنا بحبك يا أحن زوج في الدنيا. نورة كانت بتتكلم في الموبايل. والله زي ما بقول كده، راجع أجازة وأنا هموت من الفرحة، كان وحشني قوي. ربنا يوصله ليكي بالسلامة يا رب. قوليلي لو محتاجة مساعدة في التنظيف، قوليلي. حبيبتي يا دوب، أنا بس هحتاج أجيبلك دينا شوية لحد ما أخلص كام مشوار. أصل ماما مش فاضية النهاردة، وانت عارفة دينا شقية وهتتعبها. خلاص هاتيها، حبيبة قلبي دي. عبد الرحمن. وأخيرا يا نوري. نورة وهي بتحضر. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، نورت بيتك. الجميل قاعد لوحده ليه؟ عمرك شفتي قمر مضلم؟ لا. قاعد جنبها. طيب ليه مضلمة؟ نورة باستغراب. أنا؟ أيوة انتي. يصح يبقى في قمر مضلم برضه؟ بس أنا مش قمر ولا حاجة. يبقى انتي مش شايفة نفسك كويس، وانت بقى اللي شايفني كويس، مش شايف غيرك أصلا. وكل ده ليه بقى؟ القمر بينور فبيلفت. ما ينفعش نسأل واحد انت شايف نور القمر ازاي، وانا بشوفك بنفس الطريقة من غير ليه. نوري، انا شايفك ملكة. لا، انا شايفك اميرتي، دايما بتعرف ترسم بسمتي بكل سهولة. انا عايش عشان اخلي بسمتك على طول منورة وشك. دعاء وقفت جنبها في البلكونة وهي سرحانة في ملكوت تاني. ها، مش هتحكي لي الحقيقة؟ حقيقة؟ الحقيقة. مش من عادتك تباتي برا شقتك. ده انت من يوم ما اتجوزتي مامتك بتتحايل عليكي تقضي يومين وانت مش بترضي. لا، ما انا قلت وحشوني ومش هتيجي من الليلة. اتخانقتوا صح؟ طيب ليه ما قلتيش لمامتك الحقيقة؟ طيب ليه سبت البيت؟ يا بنتي ردي عليا. بصراحة أنا مش حابة حد يتدخل ما بيننا، حتى لو كانت ماما. ماما خوفها عليا وزعلها ممكن يخليها تشيل منه. وغير كده، عدى سنتين على وعدنا، محدش يدخل ما بيننا. وسبت البيت عشان أنا مش عارفة أعبر عن زعلي منه طول ما أنا شايفاه قدامي. لما بيرجع البيت بعد كل خناقة، مجرد ما بشوفه بنسى اللي حصل. عارفة، أنا نفسي أخد منه موقف، ما بعرفش. أنا مش بعرف أخد منه موقف. طيب دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ مش عارفة، بس الإنسان لما بيملأ إيديه من شخص وبيضمن وجوده وغفرانه بيتمادى في أخطائه، وأنا مش عايزاه يوصل لنقطة إنه ضامن بقائي. بس مش هتوني عليه، كل شوية بيرن على أخوك يطمن عليكي. ما تقوليش قاعدة عند حد غريب ما يعرفش إنه بيتك. هو خدك من هنا أصلا، وأخوك عارف إن فيكي حاجة، بس مش عايز يجي ويسألك. بعتني أنا أستفسر منك، وإنتي عارفة إنك مش هتوني على عبد الرحمن وإنه بيحبك. عارفة، وده اللي بيخليني أزعل بقلب قوي. يعني بزعل وأنا متأكدة إنه هيراضيني، مش هيسيبني دلوقتي يهديني ولا يسيبني أضرب دماغي في الحيط. دعاء وهي بتبص على فون نورة اللي بيرن. طيب يا ستي يا دي بيرن، ردي. ألو. كده يا نورة؟ كده تسيبي البيت وتمشي من غير ما تستنيني حتى إني أجي أوصلك؟ أو أنت مش عارفة إن أنا بموت من القلق عليكي؟ وكمان مش بتردي على اتصالاتي ليه؟ أنت قلتي إنك هتردي عليا حتى لو كنتي زعلانة مني. معلش يا عبد الرحمن، أنا محتاجة أفضل لوحدي شوية. وهون عليكي؟
المشكلة إنك مش بتهون عليا. بحبك وحقك فوق راسي وما تزعليش. انت عارفة إنها كانت ساعة نرفزة وما كنتش أقصد كلامي وإنه طلع غصب عني، وبعد كده هحاول أمسك أعصابي وأتحكم في غضبي. وعد؟ والله وعد. يلا بقى جهزي نفسك وجهزي لينا عشان أنا هاجي هاخدكوا. انتوا وحشتوني قوي. خد بالك من الطريق ومن نفسك. عيوني حاضر. بقولك ايه هتوحشيني من هنا لحد ما أجيلك. وانت كمان. ولحد هنا انتهت قصتنا، بس حابة أقول الحب مستمر لو في تقدير وحب من الطرفين. الحياة بيكون فيها مطبات وأزمات وياما بتدق على الراس طبول، بس بيكون مطلوب من الطرفين إنهم يستحملوا بعض، وكل واحد يقدر الطرف التاني، يقدر تعبه وقد إيه بيبذل مجهود عشان يسعد التاني. الحب بيفضل موجود، بل بيزيد لو في احترام وود بين الطرفين. جايز يعدي أوقات مش لطيفة على الطرفين، بس مطلوب إنك تخليها تعدي بسرعة، والزعل ما يستقرش ويسيب أثره. لأ لأ، امحي الأوقات الحزينة بسرعة بأستيكة الحب، وابتسامة صافية وكلمة صادقة طالعة من القلب هتمحي كل زعل فيك. ولحد هنا انتهت قصتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتك. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، يا ريت تتأكدوا إنكم فاعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير. باي باي.